النحافة وزيادة الوزن من أهم المواضيع اللي لازم نتكلم عنها مرة واثنين وثلاثة، لأنه بيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة جدا. جوازات وخطوبات بتفشل بسبب الموضوع ده غير إنه بيسبب ضعف المناعة والعدوى، وبيسبب لك طبعا مشاكل كبيرة زي هشاشة العظام، زي كسور في العظام، زي الخصوبة، ومشاكل غيرها كتير كمان. فالنهاردة إن شاء الله هقول لكم كل حاجة تخص النحافة، من أول إيه الأسباب وإيه علاج الأسباب دي، إيه التحاليل اللي تعملها، إيه أفضل الوصفات اللي تخليك تحقق افضل النتائج في اسرع وقت ان شاء الله. بس قبل ما نبدا موضوع النهارده فهنفتح السحب لشخص جديد هنتابع معاه نظام غذائي لمده شهر مجانا، وهنديله بن بيروت هديه يساعده في زياده معدل الحرق. كل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، وتكتب تم في كومنت. تمام؟ وكل حد وخميس ان شاء الله يكون عندنا فيديو جديد وعندنا سحب جديد لحد ما نوصل للمليون. والشخص اللي فاز في السحب اللي فات وهي مريم احمد، الف مبروك ليها، ان شاء الله نقدر نساعدها توصل للوزن المثالي. علشان تعالج النحافه لازم تعرف ايه الاسباب اللي عندك وتبدا تعالج الاسباب دي عشان تتخلص من النحافه نهائيا ان شاء الله. واشهر اسباب النحافه رقم واحد وهو ضعف الشهيه، ان في مجموعه من الناس بتكون شهيتهم على الاكل قليله، ما بيقدرش ياكل كتير، وهنقول دلوقتي ايه العلاج ان شاء الله. رقم اتنين ان في ناس بتجيلي بتاكل كتير بس معدل الحرق عندهم عالي جدا، عندهم فرط نشاط في الغده الدرقيه، فالحرق بتاع جسمهم عالي جدا، فهنقول برضو يعمل ايه ان شاء الله. واشهر سبب بقى واللي بنقابله كتير جدا في العيادات هو سوء الامتصاص وعسر الهضم، وده بسبب الاكل الملوث في الغالب، يعني ان بيكون عندك جرثومه معده مبوظه لك الهضم بتاعك، عندك ديدان وعندك طفيليات بتاكل الاكل بتاعك، فهم دول اشهر سبب بنقابله. وعشان كده اي حد بيجي لي بنطلب منه شويه تحاليل، حتى لو قال لي لا يا دكتور انا كويس وما عنديش ديدان ولا عندي جرثومه ولا اي حاجه، نقول له تمام انت زي الفل، بس اعمل لنا التحاليل دي نطمن عشان نبقى ماشيين كويس، بدل ما اديك ادويه واديك حاجات واديك وصفات وفي الاخر ما تجيبش نتيجه عشان انت عندك حاجه بتاكل اكلك او عندك عسر هضم الاكل بتاعك ما بتستفادش بيه مثلا. وعلشان كده اول حاجه تعملها لعلاج النحافه انك تعمل الاربع تحاليل دول. اول تحليل وهو تحليل براز عشان نشوف فيه ديدان، فيه طفيليات، فيه اي مشكله عندك ولا لا، وتعمل تحليل جرثومه معده من البراز، لان لو في جرثومه معده لازم تعالجها اول حاجه، وتعمل صوره دم كامله عشان نشوف فيه انيميا، في اي مشاكل في الدم موجوده ولا لا، عشان بتاثر على الحرق بتاعك طبعا. وتعمل تحليل بول عشان نشوف بالمره كده عندك املاح ونسبه الاملاح عامله ايه، وتستنى على تحليل الغده الدرقيه عشان التحليل ده بيكون غالي شويه، وفي الغالب الاربع تحاليل دول هم اللي بيكون فيهم المشكله، واول ما بنعالجهم الدنيا بتتحسن. ونامل ان الموضوع ما يبقاش في تحليل الغده، لان علاج الغده بيكون صعب ورخم شويه، فبنبدا بالاربعه دول وبنلاقي المشاكل موجوده ونبدا نعالجها، و95% من الحالات الدنيا بتتحسن معاهم باللي احنا هنقوله ده ان شاء الله. طيب عملت الاربع تحاليل دول ودكتور التحليل قال لك ده انت عندك جرثومه معده او عندك عسر هضم او عندك انيميا او عندك اي مشكله موجوده، فهتاخد التحاليل دي وتروح لدكتور تغذيه علاجيه كويس او دكتور باطني كويس تتابع معاه علاج المشاكل دي، وبعدين تطبق الوصفات اللي اقول لك عليها دي ان شاء الله. اول خطوه انك تاخد فاتح شهيه ومهضم جيد للاكل، تمام؟ لان فتح الشهيه ده هيساعدك تاكل كميات اكبر من الاكل، عايزين ندخل كميات اكبر من اللي انت بتاكله من 500 ل 1000 سعر حراري، تمام؟ دي خطوه مهمه جدا. وانك تاكل في اطباق كبيره وملونه، وانك تاكل مع العيله، وانك ما تشربش ميه قبل الاكل، ده كله هيساعدك انك تاكل كميات اكبر من الاكل، فهيفرق معانا كتير. ودي اول خطوه ولازم تبدا تطبقها. تاني خطوه انك تقسم الوجبات بتاعتك ل3 وجبات رئيسيه ووجبتين سناك، والسناك بتاعك ده يكون غني بالحاجات السريعه الصحيه اللي تفيدك. زي ايه؟ زي المكسرات. المكسرات كويسه جدا، غنيه بالدهون الصحيه والاوميجا 3 وسعراتها الحراريه عاليه، هتفرق معاك كتير جدا. زي الرز بلبن، ممكن تاكل الرز بلبن كسناك حلو جدا. زي الزبادي، زي انك تعمل عصاير، يعني مثلا بلح باللبن، افوكادو باللبن، اي حاجه باللبن. الافتكاسات الكتيره اللي بتطلع دي كلها كويسه جدا، فانك تحط اي حاجه على اللبن وتاخدها كسناك كويسه جدا، هتساعدك في المذاكره لو بتذاكر، هتساعدك في بناء الجسم بتاعك لو انت لسه شاب صغير ولسه بتبني جسمك. فمشروبات والعصاير اللي فيها لبن كويسه جدا، والرز بلبن كويس جدا، ممكن تاخده كل يوم بعد العشاء يبقى معاك طبق رز بلبن. رقم 3 انك تجيب مكمل غذائي. المكمل الغذائي ده هيزود السعرات اللي انت بتدخلها لجسمك، هيعوض نقص العناصر الغذائيه اللي انت قللتها في اكلك، في فواتح شهيه، فهو هيساعدك من كل الاتجاهات. فانت تجيب مكمل غذائي كويس
كويس، سواء انشور، سواء بيدياشور، سواء ويت جينر، او اي بديل ليهم، سواء يعني البلد اللي انت موجود ليها. هات من الصيدليه اهم حاجه مكمل غذائي كويس، وتاخده على كوبايه لبن بعد كل وجبه، هيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله. الخطوه الرابعه انك تنزل جيم وتبدا تشيل اوزان، تبدا تبني العضلات. فلما تبدا تبني العضلات هيعمل لك شيب وشكل للجسم بتاعك. لكن ما تلعبش كارديو، لان الكارديو هيزود المعدل الحرقي بتاعك. يعني ما تجريش على الجرايه ولا تلعب عجله ولا الكلام ده، لا، انت هتروح هناك هتلعب اوزان عشان تبني العضلات. وكمان لما تلعب الاوزان دي هتلاقي نفسك بعد الجيم ده الناس بتبقى جعانه جدا، وهتاكل كل حاجه تيجي قدامك، فهي هتفتح شهيتك على الاكل وهتبني العضلات بتاعتك كمان. والخطوه الخامسه بقى انك تزود كميه البروتين اللي بتاكلها. يعني تزود من كميه الفراخ واللحوم والسمك والبيض. ولو طفلك ما بيحبش الحاجات دي، لان بيجي لي حالات كتير تقول لي ده ما بيحبش الفراخ خالص، فخبي طعمها، بنخفي طعمها. انك تعمليها برجر فراخ مثلا، انك تعمليها شاورما فراخ، لحمه مفرومه، انك تخلي لحمه مفرومه وتحطي عليها بطاطس. المهم انك تخفي طعمها ويبدا ياكلها وبيبدا يتعود عليها. كل الحالات بتبقى كده، واول ما بتبداي تخفي طعمها بيبدا ياكلها ويبدا يتعود عليها ان شاء الله. واخر حاجه بقى انك ما تاخدش وصفات غريبه تزودك في الوزن. يعني ما تروحش لاي حد كده يديك وصفه يقول لك دي بتزود الوزن ويكون فيها كورتيزون، والكورتيزون ده هيزودك في الوزن بس هينفخك ميه وهيسبب لك امراض مزمنه وهيتعبك، وانت في غنى عن الحوارات دي كلها. فبلاش تاخد اي وصفات غريبه لزياده الوزن. واخيرا لازم يكون عندك صبر. الطريق في علاج النحافه بيكون طويل شويه، يعني التخسيس بيكون اسرع منه بكتير. الشخص ممكن يخس 2 كيلو في الاسبوع، لكن انك لما تزيد في الاسبوع ربع او نص كيلو ده كويس جدا واستمر. علاج النحافه طويل شويه ومحتاج صبر منك والتزام باللي احنا قلناه ده، وهتحقق افضل نتيجه ان شاء الله. بس ما تستعجلش النتيجه، واوعدك ان شاء الله انك لو طبقت الخطوات اللي احنا قلناها دي هتساعدك بشكل كبير جدا في زياده الوزن ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم يوم الاحد الجاي الساعه 8 على خير ان شاء الله. السلام عليكم.